ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحه وعافيه وخير. لو زهقتي من كل الاكل ومحتاره تعملي فطار ايه، تعالي شوفي الفطار الجميل اللي انا عملته ده. فطار بقى مش عايز اي حاجه غير رصه عيش جنبه كده، وعدي بقى هتاكلي كام رغيف. جربي الفطار، عملت فيه بطاطس وفول وعملت بتنجان وعملت حاجات كتير حلوه قوي، وفطار سهل وسريع. وتعالي نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا بطاطس صغيره زي ما انت شايفه كده، هسلقها ميه وحطيت معلقه من الملح وهسيبها تتسلق. اتسلقت بس اتسلقت مني زياده شويه، انتي ما تخليهاش لما تتهري خالص كده. فصفيت منها الميه السخنه وحطيت لها ميه بارده، وهبتدي اقشرها بمنتهى البساطه. عايزه اقول لك ان البطاطس البيبي الصغيره دي في التحمير تحفه. بعد ما نسلقها كده نحمرها، وعامله معاكم فيديو قبل كده ليها. طعمها في منتهى الجمال، بتتقشر بمنتهى السهوله زي ما انتي شايفه كده. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تتابعيني واتفرجي على الفيديوهات القديمه، ان شاء الله فيها حاجات كتير هتعجبك. كده خلصت بقى انا الكميه كلها هخلصها، وقشرتهم كلهم كده. هم قطعت البطاطس اللي هي حسيت انها كبيره شويه، قطعتها بالنص. هنروح بقى على الزيت، هديها تحميره خفيفه كده. هي مسلوقه فمش هتقعد كتير في الزيت، بس انا عشان عايزاها تبقى مقرمشه لما نحطها في الصوص اللي لسه هنعمله. طعمها في منتهى الجمال، بطاطس مشطشطه ومتبله كده، طعمها حلو قوي. هديها تحميره خفيفه، وبعد كده هروح على النار شويه زيت صغيرين وكام فص توم، هقلبهم واحط عليهم قرن فلفل حامي او بارد على حسب ذوقك، وهديها تشويحه خفيفه. انا مش عايزه التومه تتحمر قوي، يعني تصفر كده حاجه بسيطه. وهطشها بشويه خل، معلقتين 3 من الخل زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هحط لها معلقتين كبار من الكاتشب، وقلبي بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، كله على طول ورا بعض، مش هتاخد معاكي وقت خالص. هملح بقى بس ناخد بالنا من الملح. حطيت شويه ملح وشويه شطه طبعا على حسب ذوقك، ومش هحط اي حاجه تاني خالص. هقلبها كده، وبعد كده هنزل البطاطس اللي حمرناها بس يا انس، وهنديها تقليبه على طول، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وكده اول حاجه معانا خلصت خلاص. عايزه اقول لكم البطاطس دي طعمها في منتهى الجمال، جربوها حلوه قوي. وكمان الاكل ده ينفع معاكم سحور برضو، هيبقى حلو قوي. حطيت شويه من الشبت، ممكن تحطي كزبره او بقدونس، اي خضره عندك في التلاجة تمشي. وكده الطبق بتاعنا جهز، تحفه جدا ويمشي معانا مقبلات، يعني طبق جانبي. نروح بقى نعمل الوصفه التانية اللي هي فول، باسهل طريقه ممكن تعمليها واحلى طعم ممكن تاكليه. حطيت طبعا كميه الفول اللي انتوا عايزينها، حطيت عليها بصلايه مقطعاها صغير، وفص توم واحد بس مش كتير، وطماطمايه مقطعاها برضو حتت صغيره، وفلفل حامي او بارد على حسب ذوقك انتي. وملحت بقى ملح وكمون وكزبره ناشفه وشويه من البابريكا، وطبعا شطه حسب ذوقك. انا حاطه فلفل حامي فما حطيتش شطه. وهنحط بقى شويه زيت زيتون لو فيه، ولو ما فيش نستخدم زيت عادي، زيت نباتي عادي. وطبعا هنحط بقى ليمونيه كبيره كده، وقلبي كل ده وروحي بقى على النار كده على طول، نديها غلوه. مفيش اسهل من كده اهو. بصوا فول ما خدش معانا دقيقتين. بعد ما يغلي غلوتين كده، حبه تسيبيه بقى كده سليم، سيبيه. حبه تهرسيه بالهراسه مفيش مشكله. انا هديله هرسه خفيفه كده، يعني ايه مش هنعمه قوي، هديله هرستين 3 كده. وبعدين هحط معلقه من الطحينه، وكده كمان الفول معانا جاهز. مفيش بقى اسهل من كده. حطي بقى في الطبق ورشه زيت زيتون من على الوش، بيبقى تحفه. جربي طريقه الفول دي حلوه قوي. وده كان الفطار. قالت بقى بتنجان وفلفل وكوسه، وكنت عامله حمص وبطاطس وطماطم. بصوا يعني كان فطار في منتهى الجمال. اتمنى